عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. زي ما شايفين دي طبعا وحدة قرعاية. عيالي كانوا عايزين ياكلوا يجربوها، لانهم كلوها في المحلات وطعمها حلو قوي. فقلت لهم انا هجيب واحدة وهعملها لكم احلى من المحلات كمان. طبعا انتوا عارفين ان سمعة القرع العسلي ده مش بتجيبيه اللي الناس معظمها بتحبه وفي ناس مش بتحبه صراحة يعني. عاوزة اقول لكم ان طبق القرع العسل اللي بتجيبيه من المحلات معينة بطعم حلو وكريمي وجميل، انا هجيبه لكم وهعمله لكم ان شاء الله بكميات اكتر، طعم جميل وطعم هيعجبكم جدا وطعم تحفة. يلا بينا بقى نشوف الطريقة بتاعته هنعمله ازاي. يلا بينا. زي ما انتوا شايفين انا قسمتها اتنين اهيت. بصوا فيها لب. بصوا كل الحاجات ديت هنشيلها وهنقشرها، هي عامله زي البطيخه بالظبط كده زي ما انتوا شايفين. هنفضي كل اللي جوه ده كله وهنقطعها ونوريها لكم هنعملها ازاي. بصوا زي ما انتوا شايفين اهوت قطعناه كده زي ما بنقطع البطيخه كده. ده كل ده بصوا كل ده نصها بس. بصوا الباقي لسه بحالها اهيت. يعني ممكن تعمليها على مرتين او تعمليها على 3 مرات على حسب ما انت عايزه. هنقطعها بقى مكعبات ونرجع لكم تاني. بصوا بعد ما قطعناها زي ما انتوا شايفين كده زي المكعبات بتاعه البطاطس، شايفينها ازاي؟ هعمل ايه بقى؟ هجيب كوبايه سكر واجي نازله عليها، او حسب الرغبه بتاعتك، عايزه تحطي سكر زياده ممكن تحطي. وهنقلبه بقى كويس كده وهنسيبه لمدة 10 دقايق عشان ايه؟ كله يتجانس مع بعضه كده وينزل المية بتاعته. وبعد كده هنرجع لكم ونقول لكم هنعمل ايه. بصوا العسل بتاعنا، القرع العسل زي ما انتوا شايفين كده. انا عملته بقى بالليل وقلت بقى ايه اسيبه لحد الصبح عشان ايه اعمله ايه بالنهار كده وياكلوه هو سخن وكده. فبصوا نزل ايه. بصوا ده العسل بتاعه بقى بتاع القرع، ده اللي انتوا بقى بتاكلوه بره وبيبقى معسل بالطريقه ايه اللي انتوا شايفينها من العسل بتاعه اللي بينزل دوت. انا دلوقتي هجيب حله وهحطه بقى عشان اكمل السوا بتاعه على النار. يلا بينا. زي ما انتوا شايفين اهوت حطيته على النار، ما حطيتش ولا ميه ولا حاجه، ده العسل اللي نزل منه زي ما انتوا شايفين اهوت. هسيبه بقى ايه يستوي كده على نار هاديه، يعني ايه ما تعليش النار عشان انتي عارفه طبعا ان ده سكر يعني ممكن يتلسع منك. فاحنا بقى ايه هنوطي النار ونسيبه بقى ايه نغطيه ونسيبه يستوي ايه براحته كده على نار هاديه. تخلي بالك كل شويه تبصي عليه وتشوفيه كده احسن ايه تنسي كده وتسيبيه ويجي جاي تلاقي السكر ده كله كرمل معاكي وما بقاش حلو. فاحنا من الوقت للتاني نبص عليه ونقلبه تقليبه كده حلوه لحد ما نلاقيه استوى معانا. ده الجزء التاني، النص التاني بتاع القرع العسل. بصوا هي كبيرة ما شاء الله يعني. بصوا قطعت منها اللي انا بعمله على النار ودوت النص التاني. اما بقى تشيليه زي ما هو كده في اكياس وتحطيه في التلاجة لما تعوزيه تطلعي منه وتقطعي منه براحتك، او تقطعيه بالمنظر دوت مكعبات بردك وتحطيه في اكياس ويبقى جاهز عندك اول ما تعوزي تطلعي على طول ويبقى جاهز. انا هعمله دلوقتي هقطعه واحطه في اكياس واحطه في الفريزر اعمله بقى مرة تانية. انا كده زي ما انتوا شايفين اهوت عملت كيسين هحطهم بقى في الفريزر. كل واحد يكفي ان احنا نعمل بردك مرة كده. حاجة حلوة تفرح عيالنا وحاجة حلوة هما ايه بيحبوها وان شاء الله تعجبكم انتوا كمان وتحبوا الطريقة بتاعتها. وكده زي ما انتوا شايفين بعد ما استوى طبعا لازم تاخدي كده حتة كده صغيرة تأكدي منها ان هي استوت خالص وتسيبيه يبرد.
وبعد ما يبرد هنجيب الهراسة زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي بقى ايه اهرسه. وبعد كده هنعمل مع بعض البشاميل، ويلا بينا هنشوف هنعمل ايه. بعد ما هرسناها زي ما انتوا شايفين اهوت، رحنا فاردينها بقى، جايبين صينيه وجايبين حته سمنه صغيره كده دهنا الصينيه بيها، ورحنا ايه فاردينها كده في الصينيه زي ما انتوا شايفين. هروح بقى دلوقتي يلا بينا نعمل البشاميل. الطاسه بتاعتنا اهي، ورحت حاطه فيها السمنه، وجايبه 3 معالق دقيق، وهبتدي اقلبه بقى كده عشان اعمل ايه البشاميل بتاعنا لحد ما يبقى اللون الاصفر كده الذهبي. وبعد كده هنزل باللبن بتاعنا. هنزل بقى ايه باللبن، معلش بقى عشان ايه انا بصور بايد وبعمل بايد، فاللبن اتكب مني على البوتاجاز. هبتدي اقلبه بقى كده. كده عملنا البشاميل اهوت، حطينا نزلنا باللبن وقلبناه كويس قوي. هبتدي بقى ايه احط عليه سكر، لان ده بشاميل مسكر، يعني مش الحادق اللي احنا بنحطه على المكرونه، لا دوت ايه هنحطه على وش الكريم، لا القرع العسل هنحطه على الوش عشان يبقى طعمه ايه حلو مسكر مش حادق. خليكوا عارفين الفرق بين الحادق بيتحط الملح بيتحط على الاكل اللي انت بتعمليه، انما الحلويات بيتعمل لها البشاميل اللي بيتحط سكر عليه. وتعمليه بقى ايه خفيف تقيل على حسب ما انت عايزه. بعد بقى ما عملت البشاميل ونزلت عليه، رحت جايه بقى ايه جايبه قشطه من اللي انا بحوشها في التلاجة بتاعت قشطه اللبن، وحطيتها على الوش كده زي ما انتوا شايفين، وهولع الفرن واحطها فيه. يلا بينا نحطها في الفرن، يلا بينا. كده بقى حطيناها في الفرن شويه كده بقى، وهولع الشوايه عليها عشان تديني اللون الذهبي الحلو. بعد ما القشطه اللي على الوش دي تسيح، هفتح بقى الشوايه عشان تديها اللون الذهبي الجميل دوت، ونرجع لكم تاني. وكده طلعت بقى من الفرن زي الفل زي الفل. هنبتدي بقى نسيبها تبرد، وبعد كده نقطعها كده حتة كده على قد الطبق. يا رب بقى يكون الفيديو بتاعي عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب، واللي ما شافش قناتي واول مره يشوفها يفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم منوعات مطبخ ايموني. باي باي.